السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فريدات؟ اخباركم ايه؟ برحب بيكم في فيديو النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة ده فيه حاجات كده من الحاجات اللي انا بحبها، زي تحديات شخصية كده اسمها الجلو اب جيرل. كان التعبير ده انتشر مؤخرا كده لكل بنت عايزة تغير من حياتها وتتبع بعض الاساليب او بعض العادات اللي تساعدها ان هي تزدهر بسرعة، يكون عندها فرق في حياتها ملحوظ بشكل سريع. وكمان الجلو اب جيرل دي بيبقى زي العادات كده بتكون بتحفز او بتعزز ثقة البنت في نفسها، يعني زي ما تكون بتديها بوست كده، او ان هي بتنط كده وتعمل زي تطوير مفاجئ في حياتها بيفرق معاها طول حياتها. وطالما هو تحدي فهي بتكون بتتحدى نفسها في الاول وفي الاخر. هتكلم معاكم على 5 جوانب ليها علاقة بالمصطلح بتاع الجلو اب جيرل، وفي اخر ال5 جوانب دول انا هقولك على السر اللي بجد محدش هيقولك عليه غيري، علشان ال5 جوانب دول تقدري انك تتحدي نفسك وتكملي فيهم لفترة طويلة، بحيث ان انتي هتبدأي من بعد الفيديو ده على طول، يعني هتقفلي الفيديو ده هتروحي تعملي الجلو اب جيرل على طول من غير تفكير، وهتبدأي رحلة تغيير حياتك. فخليكم معايا لاخر الفيديو علشان تعرفوا السر اللي محدش هيقوله لكم غيري. مصطلح الجلو اب جيرل معناه التطور او التحسن الجذري بشكل ملحوظ في فترة قصيرة، فهو بيشمل تغيرات في الشكل الخارجي في البشرة وفي الجسم، وبيشمل كمان تغيرات في النفسية، وبيشمل كمان تغيرات في العقل. فأول حاجة واكتر حاجة مؤثرة هي بشرة الوش، هي اكتر حاجة انت هتحسي فيها بتغيير جذري، واللي قدامك كمان واللي هيقابلك هيحس برضو بتغيير جذري. فانت اول حاجة هي الاهتمام ببشرتك. لو عندك روتين ثابت انت ماشيه عليه ومريحك التزمي بيه، وخدي على نفسك العهد كده ان انت ما تاثريش ناحيه بشرتك، لانها اكتر حاجه بتدي عنوان للي قدامك اذا كنت انت كويسه او مش كويسه. فالف ب العنايه بالبشره انك تستخدمي روتين مناسب. لو ما عندكيش اعملي زي كده وروحي للدكتور وقولي له انا عايزه روتين مناسب، لان الروتين اللي انا ماشيه عليه مش مظبوط معايا ومش مديني نتيجه كويسه. تشربي ميه، تنامي كويس، واهم حاجه عشان مجهودك ما يضيعش في الحاجات دي انك تحمي بشرتك، تستخدمي واقي من الشمس، وكمان ما تعمليش الحاجات اللي ممكن تاذي بشرتك، انك تلعبي في وشك، انك تتعرضي لملوثات كتير، انك تنامي بالميك اب، انك تستخدمي منتجات مش مناسبه، انك تستخدمي وصفات مجهوله المصدر. كل الحاجات دي ممكن ان هي تضر رحلتك في الجلو اب. فعشان ما تتعطليش لازم تهتمي ببشرتك في الحاجات الثابته اللي تكون فعلا مناسبه معاكي ومتجربه. تاني جانب هتكلم معاكي هو تحسين المظهر والجسم. فعشان تحسني مظهرك هي حاجات بسيطه جدا، لكن في بنات كتير للاسف انا بشوفهم مش بيهتموا بيها. تعتمدي اللبس اللي يكون لايق على بشرتك ويكون لايق مع جسمك. وعلى فكره الانترنت واليوتيوب دلوقتي مليان بالفيديوهات اللي بتعلمك ايه الحاجات اللي مناسبه لشكل جسمك وايه الالوان اللي ممكن تلبسيها على بعضها، علشان فعلا تحسي انك لابسه كويس وتحسي بالثقه باللي انت لابساه، وان انت جسمك كويس وشكله حلو. تلبسي اللبس مكوي، ما تعتمديش ابدا ان انت تلبسي حاجه لمجرد ان هي موضه وهي مش مناسبه ليكي. البسي الحاجات البيزك اللي يكون شكلها انيق ويكون شكلها فخمه كده، لكن هي في نفس الوقت بسيطه وهاديه. من اهم الحاجات انك تحسني من وضعية القعاد بتاعتك ومن وضعية المشي بتاعتك. في بنات حتى صغيرين بيمشوا كأنهم يعيني ناس كبار، بتمشي كأنها عندها هموم الدنيا لمجرد ان هي مش مدية أهمية للطريقة اللي هي بتمشي بيها. بتمشي كده محنية وكتافها يعني اسمها ايه، مقوسة كده لقدام. لازم تحسني من وضعية الجسم بتاعتك، تمشي ماشية معتدلة، يكون الوضعية فيها كده فيها ثقة، يكون فيها راحة، يكون فيها رقي. ما تحسيش ان انت دايما ماشيه وشك لتحت كده كانك عامله حاجه غلط، ولا كانك واخده نتيجه الثانويه العامه ولا قدر الله في مشكله في النتيجه ولا حاجه. فوضعيات الجسم اثناء الجلوس كمان، ما تقعديش دايما دماغك لتحت. تقعدي مثلا يكون العمود الفقري بتاعك ملوي ناحيه حاجه معينه، وبعد كده ترجعي تشتكي ان انت واخده وضعيات مش مناسبه في القعاد. فدي من الحاجات اللي بتهم جدا. اسنانك لازم ان انت تهتمي باسنانك،
ولو كان فيها مشكلة تبدأي انك تروحي للدكتور، علشان شكل الأسنان بيتحسن كتير جدا لو انت اهتمتي بيها. تغسليها مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. كذلك الحال في الأظافر، برضو دي من الحاجات الشائعة، الناس مش بتهتم بضوافرها كفاية. على الأقل تنضف، على الأقل ان هي تتقص بانتظام. تهتمي بيها ان انت بقى تحط لها حاجات او تحطي مانيكير عشان يداري على معرفش ايه او بتاع، لا. يعني الاهتمام او العنايه معناها ان انت تديها الحاجه اللي هي محتاجاها لو فيها مشكله، او لو الحمد لله ما فيهاش مشكله بتحافظي على نظافتها، وان هي يكون ريحتها حلوه وشكلها يكون منمق ولطيف وجميل. الحاجه رقم 3 اللي مهمه جدا جدا هي تحسين الاسلوب الشخصي. اللايف ستايل بتاعك حسني منه. شوفي انت عندك مشاكل في ايه، وابدأي انك دوري لها على حلول، وواحده واحده كده تبدأي انك تحطي في الخطه بتاعتك انا محتاجه اني احسن من كذا، انا محتاجه اني امنع كذا. في ناس كتير بيتهيأ لها ان الاسلوب الشخصي ده هي مولوده بيه وما تقدرش انها تغيره، لكن الموضوع ده ملهوش اي اساس من الصحه. كل حد بيحس ان عنده مشكله في حياته معطلاه او مخليه ان هو مش بيوصل للحاجه اللي هو بيتمناها. للاسف يعني حياته بتقف، ما بيقدرش ان هو يتطور. لكن اي حاجه يا جماعه تقدر ان هي تتغير طالما الشخص نفسه هو عاوز. ما حدش بيغير حد، لكن الانسان يقدر ان هو يغير نفسه. فعلشان تقدري تغيري نفسك، تشوفي ايه الحاجه اللي معطلاكي ومضايقاكي في نفسك، وتبداي انك تشتغلي عليها. يعني مثلا لو كان عندك مهاره معينه نفسك تتعلميها تنفعك في دراستك او في شغلك او في ثقتك بنفسك او في علاقاتك حوالين، يعني حواليكي في ناس بيلاحظوا دايما عليكي بعض الحاجات، فمحتاجه انك تتعلمي المهاره دي عشان تحسني من علاقتك معاهم. فيا ريت تبداي تعملي في الموضوع ده. من اهم الحاجات اللي هتديكي الجلو اب وهتخليكي فعلا بتنطي مراحل علشان تتطوري وتتغيري. الجانب رقم 4 واللي مهم جدا جدا واللي كلنا محتاجينه هو العناية بالجانب النفسي. علشان تعتني بالجانب النفسي بتاعك لازم انك تكوني بتحبي نفسك وبتقدريها، علشان تبدأي انك تهتمي بنفسيتك من جوه. من الحاجات اللي احنا بنتعرض لها كل يوم هي التشتت والتوتر والتعب والقلق والخوف من بكرة والفشل. فأنا كنت عملت فيديو عن ازاي ان احنا نقضي على المشاعر السلبية بالكتابة، وعن تجربة شخصية والله الموضوع ده فارق معايا كتير جدا. فأنصحكم ان انتوا تبدأوا في موضوع الكتابة. لو ما شفتوش الفيديو هسيبه لكم في الديسكريبشن علشان تشوفوه. فيديو مهم جدا، ولو دخلتي عادة الكتابة عندك هتكتشفي نفسك وتعملي حاجات كتير جدا ليها علاقة بالجلو اب والتغيير الجذري اللي هيحصل لك في حياتك. من أهم الحاجات اللي هتحسن نفسيتك إنك تفرغي المشاعر السلبية دي سواء بالكتابة أو لو عندك شخص تقدري إنك تفضفضي معاه. من الحاجات اللي بتخفف من الضغوط والتوتر هي المشي. من الحاجات اللي بتخفف من التوتر هي إنك تنامي كويس. حاولي إنك تنامي نوم كافي يكون أثناء الليل، وتراعي جدا إن الموضوع ده مش رفاهية. الموضوع ده مهم جدا جدا، لأنه هو لما الواحد مش بيكون نايم كويس خلاص نفسيته بتتدمر. ما بيفكرش كويس، بياخد قرارات غلط، فترجعي تلومي نفسك، فجلد الذات، فالحاجات دي كله بيصب في بعضه يا جماعه. فعلشان تكوني نفسيتك اهدى بكتير، حاولي انك تقللي من مصادر التوتر وتزودي من مصادر السعاده، وتكتبي لنفسك كل يوم لستة بالامتنان والحاجات الحلوه في حياتك علشان تحسني من نفسيتك وتحسي ان فعلا حياتك كويسه وتستاهل انك تعيشيها وانك تحسني منها علشان انت المستفيده في الاخر. الجانب الخامس والأخير هو تطوير الشخصية والعقل. ومن أكتر الحاجات اللي بتطور الشخصية والعقل هي القراءة. اقري في أي حاجة، مش لازم تقري كتب، ولو إن الكتب هي من يعني التوب في الموضوع ده. ممكن تبدأي تقرأي مجلات، ممكن تقرأي روايات، ممكن تقرأي مقالات. في مقالات كتيرة جدا بتبقى على النت دلوقتي. ادي لنفسك 5 دقايق لو انتي مش بتحبي القراءة أو لسه مش متعودة عليها، تبدأي انك تدي نفسك 5 دقايق. 5 دقايق دول هيفتحوا لك مدارك كتيرة جدا، هيعرفوكي حاجات كتيرة جدا انتي ما كنتيش عارفاها قبل كده.
هيعلموكي حاجات. لو مش عايزة انك تقري وعايزة تتعلمي وتطوري من شخصيتك بشكل تاني، فممكن انك تشتركي في كورس اونلاين او حتى اوفلاين في مكان يكون بيعلمك حاجة هتكوني محتاجاها. حاجة مثلا بتعلم اشغال يدوية، او حاجة بتعلم مثلا برمجة، حاجة بتعلم مهارة معينة، عايزة تتعلمي الطبخ، عايزة تتعلمي المونتاج، عايزة تتعلمي صناعة المحتوى، عايزة تتعلمي الرسم، عايزة تتعلمي فن الكتابة، عايزة تتعلمي مهارة التحدث امام الجميع والتحدث بثقة، عايزة تتعلمي لغة الجسد وازاي انك تستخدميها عشان توصلي الحاجة اللي بتحتاجيها او حاجة بتحبي توصليها للناس اللي حواليكي. فالتطور الشخصي والعقلي حاجة مهمة جدا جدا جدا. جينا دلوقتي عند السر اللي هيخليكي تبدأي في ال5 خطوات اللي فاتوا دول اول ما تقفلي الفيديو دلوقتي، و هيعزز كده من ان انتي تتحدي نفسك وتبدأي في الخطة بتاعة الجلو اب، انك ما تقوليش لحد انك هتعملي جلو اب. خلي الموضوع جواكي وجوه نفسك، جوه خطتك اللي في كشكولك، اللي جوه شنطتك، اللي محدش عارف عنه حاجة. ابدأي في التغيير من جواكي ولنفسك، مش علشان اي حد، مش علشان حد يقولك برافو، مش علشان حد يشوفك ويقولك انتي جميلة، انتي هتبدأي في الخطة دي، لا انتي كده بتحسني من نفسك، انتي كده احسن من ناس كتير. نصيحة والله، اعملي الجلو اب، حاولي تغيري من نفسك من غير ما تقولي لأي حد. علم النفس اثبت ان احيانا لو احنا بنقول الحاجة علشان احنا لسه هنبدأ فيها وبناخد الكريدت او بناخد المرجعية بتاعت ان خلاص الناس شكروا فينا وقالوا لنا انتوا برافو عليكم، ده انتوا هتعملوا حاجة طيبة، لا ربنا يوفقكم، وبنحس كده بان احنا خدنا ما يعني اسمها ايه، اخدنا خلاص النتيجة بتاعت العمل واحنا لسه كنا ما بدأناش فيه. احيانا الموضوع ده بيخلينا خلاص احنا مش عايزين نبدأ في الموضوع، لان احنا خلاص اخدنا المرجعية من الناس اللي حوالينا. لو احنا كنا بدأنا في الموضوع، يعني احنا فكرنا ان احنا نعمل تغيير جذري في حياتنا واللي حوالينا خلاص شكروا فينا، فمش بيكون عندنا الحماس والهمة ان احنا نكمله. لكن علشان الموضوع ده تغيير جذري، الغرض منه تغييرك انت شخصيا لنفسك انت شخصيا، والتغيير الخارجي والبشرة وطريقة اللبس وطريقة المشي والحاجات دي كلها برضو بتبقى ليكي انت شخصيا. مفيش حد واثق من نفسه وحد عايز يعمل تغيير كويس وهو من براه او مظهره الخارجي مش افضل حاجة. لازم يكون من جوه كويس ويكون من بره كويس لنفسه. فعلشان الخطة دي لنفسك من نفسك ما تقوليش لحد عليها. وصدقيني بجد الموضوع لما بيكون من جواكي من غير ما تكوني قايله لحد عليه، بيبقى فيه نوع من الحماسه والشراره كده، انك عايزه تثبتي لنفسك اولا انك تقدري تمشي في الخطه دي وتقدري تحققي حاجه وتقدري تكوني ان شاء الله انسان افضل. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده ده بجد بجد عجبكم وفادكم. لو عندكم افكار يا ريت تسيبوها لي في الكومنتس، هكون مبسوطه جدا لما تسيبوا لي تعليقاتكم. ويا رب ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم، السلام عليكم.